ألف 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 مبروك للمنتخب المغربي والجماهير المغربية على كل ما قدموه خلال كأس العالم. المنتخب المغربي أيام القرعة وضعتهم ضد المنتخبات صاحب المركز الثاني في المونديال الماضي كرواتيا وصاحب المركز الثالث بلجيكا. الجميع اعتقد أن المنتخب المغربي انتهى رسميا ولن يتأهل، ولكن زئير أسود الأطلس رفع بهم إلى الدور الثاني وفي أي مركز في المركز الأول. وكما شاهدنا مباراتهم الأولى ضد المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم، المنتخب المغربي حطم كرواتيا ولكن لم يسجل، خانه الحظ أمام المرمى. ولكن في المباراة الثانية ضد منتخب بلجيكا المصنف ثاني عالميا يقضون على المنتخب البلجيكي 2-0. وفي المباراة الثالثة مباراة الحسم، مباراة تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني، المنتخب المغربي وجماهير المنتخب المغربي يقدمون تحفة لتأهلهم للدور الثاني. فوز المنتخب المغربي في الدقائق الأولى قضوا على المباراة، هدف زياش تقريبا من نصف وسط الميدان، هدف عالمي بعد خطأ الحارس. والهدف الثاني يوسف النصيري يطير ويحلق بالمنتخب المغربي إلى الدور الثاني من المونديال. المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض لولا الدقائق الأخيرة الذي أصبح اللاعبون يلعبون على أعصابهم وينتظرون صافرة النهاية من أجل التأهل للدور الثاني. ولأول مرة في التاريخ كأول مجموعة لم يسبق لأي منتخب عربي أن تأهل كأول مجموعة أو منتخب إفريقي، ولم يصل أي منتخب إفريقي على 7 نقاط في كأس العالم. المنتخب المغربي يحطم كافة الأرقام، يسجل ثنائية اليوم ويتأهل إلى الدور القادم. مبروك مبروك للمنتخب المغربي، لديهم لاعبين حارين. زياش ليس الذي نعرفه في تشيلسي، أمر بطمحرات الميدان، قدم كل ما يملك خلال هذا المونديال، كان نجم المونديال على حسب رأيي وحسب علمي. يوسف النصيري قدم اليوم مباراة كبيرة الذي كان له انتقادات كبيرة. المنتخب المغربي أبدع وأمتع. الآن المنتخب المغربي ينتظر نظيره، سواء المنتخب الإسباني أو المنتخب الألماني أو الكوستاريكي أو الياباني، ولكن حسب حد معرفتي فالمنتخب المغربي سيواجه المنتخب الألماني، وتذكروا جيدا هذا. يلا اليوم سوف نقدم لكم ردة فعل لجزائري على المنتخب المغربي والمباراة الأسطورية التي قدموها ضد المنتخب الكندي. يلا بداية المباراة مع جمهور ولا أروع، جمهور عالمي، ملعب آخره اليوم 44 ألف مشجع، جماهير متحمسة، منتخب متحمس، الكل يحارب من أجل تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني. بداية المباراة وعودة ياسين بونو لحراسة المرمى، ودون ننسى ما قدمه وليد الركراكي، المدرب أعطى كل ما يملك للمنتخب المغربي. يلا أولى الكرات في الدقيقة الثالثة، كرة تعود للحارس يقوم بتضييعها، وحكيم زياش كرة رائعة وفي المرمى. هدف عالمي 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 للمنتخب المغربي. ما شاء الله، جماهير متحمسة، الكل على الأعصاب. المنتخب المغربي يريد التأهل في الدقائق الأولى، أعطى كل ما يملك في الدقائق الأولى. زياش أبدع بتسديده على الطائر. رائع رائع يا حكيم، رائع. الدقيقة 22 تمريرة من حكيمي طويلة ناحية يوسف النصيري الذي يخرج وراء المدافعين، يقوم بالمراوغة ويسدد، والهدف الثاني مغربي. المغرب تضيف الثاني وتقترب من التأهل. يا سلام يا سلام النصيري، يا سلام. يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم، نسخة 2018 ضد المنتخب الإسباني واليوم ضد المنتخب الكندي. النصيري يسجل هدف رائع رائع رائع. يلا الدقيقة 39 كرة كندية، يقوم بالمراوغة، يوزع، ونايف أغراد يسجل ضد مرماه، خطأ من نايف أغراد. وبونو أيضا لم ينتبه للكرة. لا علينا، المنتخب المغربي لم يتأثر بهذا الهدف وقدم إلى الأمام وسجل هدف آخر عن طريق يوسف النصيري، ولكن الحكم ألغى بداعي التسلل، لأن الجميع يعتقد أنه مخالفة. لا بداعي التسلل لأن نايف أغراد غطى حارس المرمى، وبذلك تم إلغاء الهدف. يلا هاو نايف أغراد عند تصويب يوسف النصيري غطى على زاوية رؤية الحارس. يلا هنا المنتخب الكندي يقوم بضربة رأسية والعودة للفار، ولكن الهدف لم يتخطى المرمى. المنتخب المغربي كان رائعا في الدفاع والهجوم، قدم كل ما لديه من أجل التأهل. برافو برافو لجماهير الأطلس. هاي نو جول، الكرة لم تجتاز بالكامل ولذلك الهدف يلغى. والدقيقة الأخيرة كرة ناحية يوسف النصيري، يراوغ، يقدم كرة
حمد الله حمد الله طول الكرة. حمد الله طول الكرة والحكم يصفر نهاية المباراة وفوز المنتخب المغربي وتأهل أسطوري وتاريخي للدور الثاني. يا سلام، فرحة مغربية. أمرابط نجم الدور الأول للمغاربة، زياش وحكيمي مزراوي، فرحة كبيرة للجماهير المغربية وكل عشاق المنتخب المغربي وحتى العرب. الجميع كان مع المنتخب المغربي، خصوصا بعد إقصاء كل من العرب قطر، السعودية والمنتخب التونسي ضد منتخب فرنسا. فرحة مغربية. الجماهير المغربية كانت على أتم الاستعداد، قدموا كل ما يملكون. برافو برافو للمغاربة. يلا، المغاربة سوف يكونون في مواجهة إما إسبانيا أو كوستاريكا أو اليابان أو ألمانيا. يا إن شاء الله يفوز ضد أي من يكون. مباراة إسبانيا ستكون أكثر قوة بحكم أنهم جيران وكل شيء، ولكن سوف يفوز المنتخب المغربي إن شاء الله ويقدمون كل شيء. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. هذا فيديو قصير لما فعله المنتخب المغربي اليوم وكل ما قدموه والجهود التي قدموها. شكرا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس من أجل التواصل بكل ما هو جديد. أي شيء تريدونه ضعوه لنا في تعليق وسوف نكون لكم في التعليقات. شكرا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، بالتوفيق للمنتخب المغربي.